يا أيها الليبي، يا صحف الأوائل والقبائل، يا دورة الأزل البعيد، فيك ينكسر العبير، ينتحب المغني آخر العمر، ويرحل المطر الشرود. هل قلت يا سرب الوعول الظامئات إلى الحقول تريتي، كي أستشير أغنيتي وأهدي نرجسي للمحدثين، فصدقتك الساحرات بأرض تانيتا حين أتيتها فردا لتنهمر الحشود. حتى النهاية اعتبرت، ولم ألمح على كتفيك شامة الترحال، يا من تظللك النوارس، يا رخام الترجمات وحارس النعش القديم، منسدل الحكاية حولك الندى أيقونة للصمت، قوافل الملح المخبأ في الشقوق، يا أخ الريح في تتنيها، يا الذي من بين انتصارين استللت هزيمة، كيف استطاعت أن تدجنك القيود، يا زغب السنابل يا وحيد، أعد تشكيل من فاك الوحيد واصنع تراتيل الخلود. يا أيها الليبي، يا تقاسيم الشفاه المطبقات، حارت بشاطيك القلوع واستوثقت من معصميك الأغنيات، حارب بذاكرة اللصوص يا ابن فكين من عاج ومن سخط، واحذر عويل النوق حين تضرع للهبات. يا أيها الليبي، يا قمرا تدلى من ربيع الله، مغمض العينين تلقفه الحوات، كن مليك الكون يا سيء الحظ مع الطغاة، لا تنحني كي تشرح سوء حظك للغزاة مع الطغاة، وللغزاة مع الطغاة لا تنتظر، فالجوع أكبر من دوار البحر، أصغر من تراتيل الحياة. يا أيها الليبي، يا صهد البداوة والنقاوة، يا وحيد، البوح بوحك والنشيد هو النشيد، أعد تشكيل منفاك الجديد واصنع تراتيل الخلود، أنا الليبي متصل النشيد. الله، جميل وواضح تماما، واضح تماما إرهاصات الثورة والتحريض حتى، وتطلب من الليبي أن يفك قيوده وأن يتحرك وأن يعيد منفاه ويعيد تشكيل وطنه. ومنفاه هو الوطن في الحالة دي. صحيح. وأيضا يعني قيم شعرية رائعة. ويجب أن نلاحظ أن الرمز هنا كان ضرورة، لأن قسوة الدكتاتورية كانت تمنع التعبير وتمنع البوح الذي ينادي به شاعرنا الليبي خالد درويش. يعني كل الأمنيات الطيبة للشعب العربي في ليبيا ولكل الشعوب التي تبحث عن مستقبلها وحريتها. سعدنا معكم في برنامج ثورتنا على قناة النيل الثقافية مع الفنان التشكيلي الكبير علي العباني ومع الشاعر خالد درويش. أشكركم على هذه المتعة، ويعني أتمنى لقاءكم مجددا وفي دورات ثقافية في مصر وفي ليبيا وفي كل الأوطان المحررة. أشكركم، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامجنا ثورتنا، فإلى اللقاء وحلقات جديدة يوميا من معرض القاهرة الدولي للكتاب.